السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في القناة وفيديو جديد. نتمنى ان شاء الله يلقاكم بصحة جيدة وانتم كتشاهدوه. اليوم ان شاء الله نشارك معكم حلوة لاكريم اولا طرطة المناسبات اعياد الميلاد اللي كتجي رائعة. الشكل ديالها كيجي ولا اروع، اللي شافها عندكم كيتسحب لي غير شريتوها من اكبر المحلات. نتمنى تخليكم معايا شاهدوا الفيديو من الاول حتى الاخير باش تمشيو فين على بركة الله. هنايا درت قبيصة ديال الملحة وغادي ندير البيض تيكون كبير وبدرجة حرارة المطبخ. هنا درت 4 ديال البيضات كيف ما شفتوا معايا، ضروري يكونوا بدرجة حرارة الغرفة، ما يكونوش باردين من الثلاجة. الا خرجتوهم من الثلاجة تدفيو الماء غير شويه، ماشي تسخنوا، غير يدفى، تديروا فيه داك البيض وتخليه واحد 5 دقائق وتخدموا به. صافي هنا كناخذ الخلاط الكهربائي ضروري منه. غادي نخلط هذا البيض واحد شويه ومن بعد غناخذ 120 غرام سكر سنيده وغادي نضيفه. بالنسبه للبنات المبتدئات من الاحسن ديروا السكر على دفعات. انا هنا راه درتو كامل ماشي مشكل، غير البنات المبتدئات الا بغاو بحال هكا يديروا على دفعات يكون احسن. صافي هنايا غادي نخلط هذا البيض مع السكر سنيده حتى كيتضاعف الحجم ديالو وكيتبدل اللون ديالو كيف ما شفتوا معايا، تيولي ابيض. هنا عندي الدقيق والكاكاو وخميره حمراء. في الغالب كنديروا 120 غرام ديال الدقيق، انا هنا زولت 20 غرام وعوضتها ب 20 غرام ديال الكاكاو. عندي 100 غرام ديال الدقيق، 20 غرام ديال الكاكاو وخميره حمراء. غادي نضيف نصف الكميه ديال الدقيق وغادي نخلط كيف ما كتشوفوا معايا من الفوق للتحت غير بشويه. انا في هذه اللقطه ما سرعتش الفيديو باش تشوفوا معايا باللي راه غير بشويه كتحركوا. وهنا صافي راه بديت التسريع باش ما يجينيش الفيديو طويل وتملوا منه. صافي غنستمر هكا، غادي نديرها على دفعات. انا هنا درت على 2 مراحل، 2 دفعات ديال الدقيق. نتوما البنات المبتدئات، كنهضر مع البنات المبتدئات، ديروا على 3 المرات باش ما يغلبكمش. صافي هنا كنستمر بحال هكا من الفوق لتحت. واللي ما بغاتش ديرها بالكاكاو دير 120 غرام ديال الدقيق. المهم شحال ما نقصوا من الدقيق كتعوضوه كاكاو، نقصوا 10 غرام كتعوضوا 10 غرام ديال الكاكاو، نقصوا 20 غرام كتعوضوا 20 غرام ديال الكاكاو. صافي غادي نستمر بحال هكا من الفوق لتحت غير بشويه باش ما يهبطش لينا داك البيض ديالنا. وكناخذوا واحد الطاوه غنكتب لكم القطر ديالها، كنفرغوا فيها هذا الخليط وكنقادو ومن بعد كنحاولوا نوزعوه ونفرغوا داك نحيدوا من داك الهواء. كندخلوها للفران اللي كيكون سخون حتى كطيب على عافيه مهيله، وراه دغيا كطيب ما كتاخذش اكثر من 8 دقائق. هنا خديت كاس ديال الحليب بارد مع علبه ديال الكريم شونتي، خدمتهم مزيان حتى تحصلت على كريمه. صافي وغادي نخليهم على جنب. خديت هنايا 100 غرام ديال الشوكولات العادي ذوبته وضفت ليه علبه ديال دانيت واحد شويه ديال الكاكاو. الا درتو الشوكولات اللي كيكون من النوعيه الجيده بلا ما تضيفوا هذا الكاكاو، انا ضفتو غير باش يجيني غني ويجي في ملي كتاكلوا المذاق ديالو كيجي بحال داك الشوكولات غيش. هنا خديت الجينواز، خليوها البنات حتى تبرد. انا راه قسمتها وهي باقا سخونه حيت صراحه كنت زربانه بها. قسمتها تقريبا غير طريفات هكا، درت الطرف الكبير ودوك الجنيبات درت غير واحد الطريفات صغار باش كملتها. سقيتها غير بالحليب ومن بعد كندير واحد الطبقه ديال الكريمه، كنحاول نقاد ليها الوجه ديالها باش تجيني مقاده. وكنضيف واحد شويه ديال الكريمه غير من الجناب كيف ما شفتوا معايا باش كتجي طالعه. وكناخذ داك الكاناج اللي كنا صوبنا ديال الشوكولاط ودانيت كندير نص ديالو. كنحاول انني نقادو غير بالخاطره البنات كنقادو. ومن بعد كيف ما قلت لكم كناخذ الطريفات. هاد الطبقه الثانيه درتها على تقريبا 4 ديال الطروفه، كنسقيها مزيان حتى هي بالحليب، نفس العمليه اللي درت في الاول. صافي نفس الطريقه غادي ندير واحد طبقه ديال الكريمه ووسط منها غادي ندير الكاناج. كنحاولوا نقادوا الوجه ديالها، واللي بغات دير طبقه مقرمشه تيبقى لها الاختيار. صافي هنا درت الطبقه الاخيره ديال الجينواز وغادي نسقيها بالحليب، نسقيها مزيان. ضروري ما تسقيو الجينواز ديالكم باش ما يجيكمش ناشف. صافي هنايا درت الكريمه وقاديتها وغادي ندخلها للمجمد تقريبا نص ساعه، حيت في نهارها انا وجدت هاد الطورطه
ما خليتهاش تبات كاع نهائيا. تقريبا ساعه دخلت المجمد. هنا خديت 100 غرام ديال الشوكولاط وذوبته، ضفت ليه دانيت ديال الشوكولا وغادي نفرغوه. هنا راني درت الشوكولاط من النوعيه الممتازه، داكشي علاش ما ضفتش ليه الكاكاو. صافي هنايا فرغته في الوجه ديال الطورطه، ومن بعد غادي ندخلها للثلاجه غير من التحت ماشي المجمد، غير كيشد هاد الكلاصاج فراسو، يشد هكا ما يبقاش يسيح. وصافي كنخرجها. بعد ما خرجتها هانتوما غير كندير واحد السكين من الجوانب وكنزولها بكل سهوله من الاطار. هاد الطريقه اللي درنا خدمنا الكلاصاج والكاناج بنفس المكونات. صافي هنايا خديت واحد الملعقه قديت الجوانب بديك الكريمانيت اللي كانت خارجه من الجناب، وخديت هنايا شويه ديال الفويتين وشويه ديال الكاوكاو مهرمش، زينت به الجوانب باش نغطي دوك العيوب. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا دا هو الشكل ديالها. غادي نزينها. التزيين اللي غندير ليها بسيط وكيبقى اختياري غنشاركو معكم. خديت هنايا الشوكولاط اللي فيه طروفه ديال اللوز، ذوبته في حمام مائي، درتو في هذا الورق ديال الطبخ، سرحته حتى كيجي بحال رقيق. ومن بعد خديت شويه ديال الفويتين باش زينتو الكاوكاو مهرمش، رشيتو فوق منه واحد خطوط ديال دانيت. صافي دانيت غير اختياري، اللي ما بغاش ديرو ما ديروش، خليته حتى برد وشد فراسو. صافي وقطعته قطع عشوائيه كيف ما شفتوا معايا، شي صغير شي كبير. خديت دانيت ودرت هاد الخطوط كيف ما شفتوا، وخديت ديك الشوكولاط اللي صاوبنا وزينت بها هكا من الفوق. هذا هو التزيين اللي درت. نتوما كديروا التزيين اللي بغيتو، كيبقى لكم الاختيار. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. صراحه راه جات اكثر من رائعه، الشكل ديالها ولا في المذاق ديالها. نتمنى ان شاء الله تجربوها وغتعتمدوها ان شاء الله. صوبوها هكا الوليدات في عيد ميلاد او لا راس سنه، حنا قادمين على راس السنه، الناس اللي كيحتفلوا به صوبوها لوليداتكم في المنزل. نتمنى يكون عجبكم الفيديو. وهنا غادي نتشارك معكم كيفاش جات ملي قسمناها. راه كتجي رائعه، كتجي رطبه وكتجي لذيذه. وانا البنات راه صوبتها في نهارها، صوبت الجنواز في الصباح، صوبت مونطيتها في الصباح، وفي العشيه بحال هكا في الليل قدمتها وجات صراحه رائعه. نتمنى حبيباتي الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، واللي كتشاهد قناتي اولا كتشاهد الفيديوهات ديالي نتمنى منكم لايك للفيديو وبارطاج مع الاهل والاصدقاء، واللي كيشاهدها اول مره فضلا وليس امرا نتمنى منكم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بجديد الوصفات. دمتم في رعايه الله وحفظه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر ووصفه جديده. مع السلامه.